السلام عليكم. كنتمنى تكونوا في تمام الصحه والعافيه وانتم كتشوفوا في هذا الفيديو ديال اليوم. جبت لكم هاد الطريزه هذه، طرز تونسي ساهل راه اي وحده ما عمرها ما خدمات الطرز ممكن تخدموا، لان كنخدموا على الكانفا كتعطينا الحساب وكتجي تطلع الزواقه كتطلع زوينه. هاد الزواقه هذه ممكن نديروها في نص طوق او نديروها في الكمام. انا هنا حطاها في الكمام. اول حاجه كنثبت الكانفا على الثوب في البلاصه اللي بغينا الطريزه. كما قلت لكم انا كنخدم دابا هادو كمام، هاد الزواقه درتها في الكمام. اول حاجه غادي نثبت بعدا نثبت الحرير ديالي. كنحسب هنا خرجت الابره واحد المربع، كنحسب 7 ديال المربعات، 1 2 3 4 5 6 7 ديال المربعات، ونخشي الابره. كنقلب المرمى وكنثبت في هاد العوينه. دائما كنثبتو في هاد العوينه الحرير. اللي عنده الثوب رقيق ممكن يدير الفيزلين من التحت وعادي يلصق الكانفا في الوجه والفيزلين في الظهر. ما بغيتوش ممكن تخدموا به هكاك، تخدم الثوب عادي على الثوب. دابا كما شفتوا انا ضربت الضربه الاولى وهذه الضربه الثانيه حداها، يعني كنخلي غير خيط واحد ونضرب الضربه الثانيه، كنمشي في صف واحد نفس الحساب. ونضرب الضريبه الثالثه، يعني مربع حدا مربع حدا مربع كيف ما شفتوا. هذا هو المربع الاول. دابا درناه غادي نحسب من هاد المربع هذا اللي حدا هاد الضربه هذه الاخيره. كنحسب 1 المربع الاول، المربع الثاني، الثالث، المربع الرابع، مربع صغير هو هذا. غادي نخرج منه الابره ونحسب هنا عاوتاني 7. 1 كنحسب منين خارج الخيط، كنحسب 1 2 3 4 5 6 7 8. كنحسب دائما كنحسب 7، دائما كنحسبوا 7 ديال المربعات. المربع السابع كندخل الابره وكنهبط كنخدم نفس الطريقه. المربع الثاني كنخرج منه الابره ونضرب هاد الضربه هذه مقابله معها، يعني كنحسبوا 7. عاوتاني نزيد المربع الثالث وهذا، نضرب الضربه الثالثه. ضربنا هنا 3 وضربنا هنا 3. دابا غادي نهبط المربع الثالث لتحت، يعني عاوتاني غادي نحسب من هذا المربع الثاني فين ضربت هاد الضربه الاخيره. كنهبط مربع هو هذا ونحسب عاوتاني 1 2 3 4 ونخرج الابره من الوسط. كنحسب من هنا 7. 1 دائما كنخرجوا، دائما كنحسب المربع اللي خارج منه الخيط. 1 2 3 4 5 6 7. ونخدم 3 ديال الضربات، ضربه حدا ضربه بنفس المسافه. الضربه الاولى، هذه الضربه الثانيه، وهذه الضربه الثالثه.
يعني في صف واحد. كما شفتوا دابا غادي نحسب عاوتاني من هذا المربع هذا، من هذا المربع غادي نحسب 1 2 3 4، يعني غادي نخرج الابره من هنا. المربعات ديال الكانفا راه فيه مربعات صغار، فيه مربعات كبار، فيه المستطيلات، كلهم كنحسبوهم. دابا غادي نحسب من هنا، منين خارج الخيط غادي نحسب 7، 1 2 3 4 5 6 7، وغادي ندخل الابره ونمشي في نفس الصف، ندير 3 ديال الضربات، ضربه حدا ضربه، نفس القياس. دابا درنا 3 ديال الضربات. دابا عاوتاني غادي نحسب من هنا لهنا، غادي نحسب 4، 1 2 3 4. هنا من هنا غادي نخرج الابره وغادي نحسب 7، 1 2 3 4 5 6 7. دائما كنحسبوا المربع اللي خارج منه الخيط، وندير 3 ديال الضربات. دابا غادي ندخل لهذا المربع هذا اللي صايبناه، اللي فايت لينا صايبناه، ونجيو من الضربه الاولى فين داخل الخيط، ونخرج الابره. كنحسب 7 وندير الابره، ندخل الابره، وكنمشي كندير 3 ديال الضربات، الضربه الاولى والضربه الثانيه هي هذه. كنخرج الابره في الجدر ديال هذا الخيط هذا منين داخل. هما هاد دابا 3 ديال الضربات. دابا غادي نحسب عاوتاني 4 في الوسط ديال هاد المربع هذا، 1 2 3 4. هنا من هنا غادي نخرج الابره وغادي نحسب 7، 1 2 3 4 5 6 7، وندير 3 ديال الضربات. دابا غادي نرجع لهاد الضربات هادو اللي عندي هنا. الضربه الاولى غادي نخرج منها الابره، وكنحسب 7، 1 2 3 4 5 6 7. جاتني هنا ونضرب 3 ديال الضربات في هذا الصف ديال هاد الضربات هادو الاولين. جوج
هاد 3. صافي يبقى لي هاد المربع هذا الوسطاني، وهذا غادي نضرب من هاد الضربات الاولين للضربات الاخرين، يعني بشكل طولي. الضربه الاولى والضربه الثانيه والضربه الثالثه. الشكل النهائي ديال الطرزه ديالنا جات على هذا الشكل هذا كما شفتوا. الصراحه سهله وكتجي رائعه في جلي البيت. اللي عجبو الفيديو ما يبخلش علينا بالجيم واشتراك، وشكرا لكم على المتابعه.